الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، يقول مولانا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من داخل النفس يأتي التغيير، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، من تفاءل بالخير وجده، ومن استفتح بالشر لقيه. السعادة من النفس لأنها مشاعر وعواطف حملتها هذه النفس، فأبصرت الجانب المشرق في الحياة. والشقاء من النفس لأنها نظرت إلى الجانب المظلم من الحياة. حب الناس من النفس إذا تفكرت في صفات النبل فيهم والوفاء والطيبة، وبغض الناس من النفس إذا لمحت مكرهم وغدرهم وقلة وفائهم وجحودهم. السرور من النفس إذا أفعمت بالأمل والتفاؤل وحسن الظن وكريم الرجاء وانتظار الفرج والرضا بالقضاء. والحزن من النفس إذا ملئت باليأس والقنوط والإحباط والفشل وسوء الظن وتوقع الشر وانتظار المكروه. من غير ما بنفسه من سوء فتاب وأناب وأقبل فتح له الباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن نكص على عقبيه وأعرض عن الله ورفض الهدى جاءه الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من شعر بدنو العافية من سقمه والشفاء من مرضه جاءته رحمة الله ورعايته. ومن تشاءم وانتظر المكروه هجم عليه البلاء. زار صلى الله عليه وسلم أعرابيا به حمى، فقال له مواسيا: لا بأس، طهور إن شاء الله. فلم يقبل هذا الأعرابي هذا الفأل الحسن، بل قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. قال: نعم إذن. رواه البخاري. فما دام أراد لنفسه هذا فهذا نصيبه. سجن شاعران، متفائل ومتشائم، فأطل من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وأما المتشائم فنظر في طين الطريق فبكى. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أنفق الأعراب على عهده صلى الله عليه وسلم نفقات الجهاد، فمنهم من جعلها قربات عند الله، ومنهم من اتخذها مغرما، فأولئك وجدوا ثوابهم، وهؤلاء حصلوا عقابهم. والدراهم هي إنما تغيرت لأجل ما بأنفسهم من نيات. إن من أعظم ما قيل في الأمثال: حياتك من صنع أفكارك. فما الحياة إلا حكمة على هذا الشيء حبا أو بغضا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. علم الله ما في قلوب الصحابة من الإيمان فأنزل السكينة عليهم، وعلم ما في قلوب المنافقين فزادهم رجسا إلى رجسهم. أولئك جعلوا قلوبهم منارات تتلقى نور السماء، وهؤلاء جعلوها مزابل تطرح عليها جثث الخنا. إن الضال لا يهتدي حتى يبدأ بخطوة من نفسه ويقبل على الهدى ويتطلع إلى النور. من أتاني يمشي أتيته هرولة. وإن المهتدي لا يضل حتى يبدأ هو في نية الانحراف واعتقاد السوء، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إن صاحب النعمة تدوم عليه نعمته،
ما لم يغيرها بكفران ويبدلها بجحود. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وإن النقمة باقية على صاحبها حتى يتوب من إعراضه ويعود عن غيه، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وهذه سنة ماضية ولن تجد لسنة الله تبديلا. صاحب الحكم من نفسه يحكم بالحق ويعدل في القضية، فيدوم عزه ويبقى سؤدده. ويتغير صاحب الحكم فينسى الله ويظلم عباده ويجور في حكمه، فينهدم كيانه وتهتز أركانه، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فلن يتغير شيء في ذاتك حتى تغيره أنت في نفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.